السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة تيتو للتكييف. النهاردة هنتكلم عن موضوع مختلف شوية، وخليني أقولك إنه ممكن يزعل ناس كتير، بس انتوا متعودين مني دايما على إني بقول الصراحة وبنتكلم دايما في أدق التفاصيل. موضوعنا النهاردة هي الإعلانات المضللة اللي على السوشيال ميديا. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تكون اشتريت تكييف غلط ومحدش ضحك عليك غير الإعلان، لأن الإعلان بيقول نص الحقيقة بس. كل إعلان هتسمعه هيقول لك أقوى تبريد أو أوفر استهلاك أو أحدث تكنولوجيا. طيب فين التفاصيل؟ أقوى تبريد مقارنة بإيه؟ أو أوفر استهلاك تحت أي ظروف؟ أو أحدث تكنولوجيا لمين؟ المشكلة إنك بتاخد قرار بناء عن جملة جذابة، مش بناء عن احتياجاتك أنت. بيقول لك انفرتر يعني توفير، وده صحيح بس مش دايما. لو المساحة صغيرة والتكييف كبير أو العكس، الانفرتر مش هيشتغل بالكفاءة اللي الإعلان بيقولها. ولو البيت عزله ضعيف هتلاقي التكييف شغال طول اليوم، وهتقول فين التوفير؟ الانفرتر مش سحر، هو نظام له شروط علشان ينجح. ناس كتير تقول هات حصان أعلى علشان أضمن التبريد. طب تعرف إن الحصان الأعلى في مساحة صغيرة يخلي التكييف يفصل ويشتغل بسرعة؟ وده بيقلل طبعا من العمر الافتراضي للجهاز، وبيزود استهلاك الكهرباء، ويقلل الراحة نفسها. الاختيار الصح مش أكبر رقم، الاختيار الصح هو الأنسب لمساحتك. الحقيقة اللي محدش هيقولك عليها هي إن مفيش تكييف وحش، وفي نفس الوقت مفيش تكييف مناسب لكل الناس. الإعلان بيبيع منتج، لكن إحنا هنا بنقدم لك معلومة علشان تختار صح. ودايما أنا بحذر، قبل ما تشتري اسأل نفسك 3 أسئلة. أول حاجة، مساحة المكان كم متر؟ تاني حاجة، العزل عندك عامل ازاي؟ تالت حاجة، استخدامك كام ساعة في اليوم؟ لو ما جاوبتش على دول يبقى انت بتشتري على كلام اعلان بس. وبإذن الله من النهاردة قناة تيتو للتكييف هتبدأ تكشف كل التفاصيل اللي محدش بيقولها. اختيار الحصان، الفرق الحقيقي بين الموديلات، امتى الانفرتر يستاهل وامتى لا. يعني لو عايز تختار صح وتوفر فلوسك تابع الفيديوهات الجاية، لان اللي جاي اهم من الاعلان نفسه، لأن هنا هتلاقي الحقيقة كاملة. اشترك معانا في القناة وخليك دايما سابق الإعلان بخطوة. أتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.